اليوم اللي الزمالك بيلعب فيه بيبقى يوم عيد لكل الزملكاويه. النهارده ان شاء الله الساعه 6 موعدنا مع المتعه والاثاره والفن والهندسه هتفتح النهارده. الزمالك هيلعب مع سجراده في بطوله الكونفدراليه. الزمالك عنده 9 نقط ومحتاج نقطه بس واحده عشان يتاهل ويفرح جماهيره. وان شاء الله متوقع السنه دي ان نادي الزمالك هيكسب البطوله دي، وهيكسب كمان السوبر الافريقي ويصالح جماهيره بعد غيابه عن البطولات الافريقيه لاكتر من موسم. الزمالك داخل الماتش دي طبعا وهو مرتاح جدا ومطمن ان هو كده كده يعتبر بنسبه كبيره ضامن التاهل، وممكن يتاهل بالمناسبه بالتسع نقط بس على حسب نتائج الفرق الثانيه. ولكن احنا مش محتاجين الكلام ده. الزمالك لو كسب او تعادل النهارده هيوصل ان شاء الله للدور اللي بعد كده. بس في ملحوظه عايز اتكلم على ماتش بيراميدز وصن داونز. صن داونز غلبت الاهلي خمسات ما شاء الله، والاهلي مش هدفنا في كل حته. وبيراميدز خدت البطوله الافريقيه من الزمالك، وبيراميدز صن داونز خدت البطوله الافريقيه من الزمالك، وصن داونز غلبت بيراميدز امبارح في مصر 1-0. ايه حكايه بيراميدز مع الفرق المصريه؟ بيراميدز كده غلبت الاهلي وغلبت الزمالك وغلبت صن داونز غلبت الاهلي والزمالك وغلبت بيراميدز. فمحتاجين فريق مصر كده يثبت قدام بيراميدز ويكسبها 5-6 زي ما بتعمل في الاهلي عشان يجيب حق الاهلاويه من صن داونز. النقطة الثانية، الزمالك بيلعب مع فرق ما يعلم بها الا ربنا، البن الاثيوبي، البط الكيني، الوز مش عارف السنغالي، والاهلي عمال يلعب مع مانشستر سيتي ومع كانتي ومع بنزيما ومع لعيبة عالمية. فطبعا حتى لو الزمالك كسب بصراحة النهارده ده شيء عادي ومتوقع يعني. بشكركم، ما تنسوش تتابعوا اخوكم الزملكاوي محمد يوسف على قناتكم صيادين النيل. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.